يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى أيضا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وحن وحير كتلمام الدونا والله ليال إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله فديجان قيمة بدن وإلهي نسوى فجي سبحانه وتعالى. وحن وحير كشيجينا أو تلمامنا بهتانك أما بين أبورتك أما مرقاتي بين الله دبك وكينايو. النبي عليه الصلاة والسلام سيدو وقدقي بنت أصلهم بوحاران لبجر الله يسدح جير وبنتو لفصحي وجرتا، لكن بنت أصلهان وحاران وحول بو بنت لوغا فوغان كرانا وإن لا سمي. نبينا وحو أبلان قادي قريها جنة كمدة أيا أبلان قادي يري النبي محمد عليه الصلاة والسلام: لمن ترك الكذب نكي بنت كتغو اسكداف، وإن كان مازحا كفتن بها أشيغ بنتا إنو كتغلو بها ينقفك مسلم. سادرتد آيادان دليلك قروح بدنا وحين التصايان إن إلهي سبحانه وتعالى ونوغد ديغايو بنتا يهذا لغا بنتا ودن. إلهي وحوليه: وجتنبوا قول الزور. هذا الكبنتا أكفوغاد وركد ديرادا هذا الكبنتا وحب فائدة ملهن. إلهي مركل وحوليه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قفك مؤمن كا ما قفك بني آدم كا كما دواقه وحبين أكما دواقه إلا ما ركتاي رقيب عتيد يا دشي سسار. سادرتي ومدو بنتو مؤمن ما هنا قف كله إسكاد في كرمله. بين أبورت كان وفوقادي وإن قف مسلم لغو بين أبورته والنبي لغو بين أبورته وأول إسكاد تجيو إلهي سبحانه وتعالى أياب لغو بين أبورته. إلهي يحولي حديث القدسي: ابن آدم كواي عايي وأنا يغو بين أبورتي ما نمضنو إنه أنا يغو بين أبورته وأنا يعايو. كاسا إلهي يحولي ابن آدم كبين أبورت كو إيجستي وحي تهي إنه إدهو إلهي إمسو علين كرو. أنيغو هراء أبوري أبوركي هراء كان هدا عن سو علين تاه أيا إغلفظو لي إلهي. أما شتمو عايدو إلهي إيجستي ابن آدم كوحواي سدو إلهي حديث القدس كت المامي إنه يري إلهي أولاد أيولي إلهي أسائس نفينا يوحو ليهي مركو أرنتا شيء كدب أيوحو يري: وأنا الأحد السمد. أنا أحد كأها كلي كأها الصمد كأها حاجوين كذا اللو قصدي الذي لم ألد ولم أولد كي أن وحب الله دلين أصنع الله دلين ساسولين ولم يكن لي كفوا أحد أحد إجماع الجرين. أنا النوع يا ابن آدم كيقول بين أبورتي إن عايي إذا درت ابن آدم كوحورون ومصلحة جيسو يكجرتا إنه بين تطافه. سادرت حديث كان النبي يقول الماما يا أورينا يا أبي بكرة نفيع ابن حارث صحابيا جليلك وحوليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام ميدين شيغا ذنوبتك هو وين ميدين تلماما. صحابة آدى يوجع لين صحابة هذا الكنبي وعيدين رسول الله ونوشك. كاس النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله كبائرته حكم داي ذنوبته وين إن الله لو ما رحت لو بين أبورته وربك لا عبده عبادتي سي دتك الله قبته. وحكى الله بقى حقوق الوالدين أما والدك وعاصي لغو نغضو. النبي أنت عمكو الشيء جايي وحقوق الوالدين وكهلايي وإشراك بالله وكهلايي ودنجيجي وحبوع عسكنا صلى الله عليه وسلم. فجلس وصفر يستمر كان متكئا فجلس وصفر النبي كاسا وحو يري: ألا وقول الزور. هذا الكبين تاعنا وحو كمد يهي كبائرته كمد والسكو قرايا مرخف والبو مسلمة
ما أنت وحا لغاربا أن تحرق أوراق السيئات إن قبتد وراقي حمانت اللي قرأي وتبديل أوراق الحسنات أتكب دشيد وراق حسنات حي لي وحا بلودي سنة عصب oo 2022 waxa laga soo baxay sanad kale oo soo dhamaaday 2019 waxa laga rabaa waraqahaagii xumaanta sameyn jirtay dunuubta aad gali jirtay inaad ka toobad keentid oo toobo iyo xasanaad aad ku gubtid waraqaha lagaga tirtiro wanaag badanna lagu qor nabiga wuxuu yiri alla wa qawlu zuur war hadalka beenta alla wa qawlu zuur war hadalka beenta iska jira hadalka beenta hatta qulna laytahu sakat saxaabadu waxay leeyihiin illa aan isniri oo aan iska dhahnay alla nabiga muuska aamusu daalay illa inta suudi xadiidkuna waa muttafaq sida darteed xadiidka nabiga wuxuu ku tilmaamay been waxa ugu filan qofka inuu ka sheekeeyo oo uu ku hadlo wax walba uu maqlo qofka wax walba uu maqlo inuu sheego ayaa been ugu filan sidoo nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nabiga wuxuu yiri nin allah u naxariisto hadlay hadalkiisii ka qaniimaystay ama aamusay oo aamusitaankiisii ku nabad galay waxa laga baahan yahay qofka muslimka ah hadaad hadlaysana hadal qiimo leh ku hadal hadaadan hadlaynin aamus sida darteed aan ku dadaalno in hadalkeenu hadal qiimo leh uu noqdo oo macaasida ima la yacniga iyo xumaanta aan ka zuulno walaalayaal aan iscafino insha Allah wabillahi tawfiiq